السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وين أخوي نحن متواجدين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة كويرس نرابط حول مطار كويرس العسكري. الآن نرصد بواسطة قناصة إلكترونية مساكن الضباط في مطار كويرس. هذه القناصة من اختراع المجاهدين والحمد لله، آلية الحركة تماما، بحيث إذا انقصف المكان أو كذا فهو الآمن بإذن الله تعالى. هي تغطية كاملة إن شاء الله بواسطة هذه القناصة، ودقة عالية جدا بواسطة هذه القناصة الإلكترونية. وإن شاء الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أخوي إيش كانت طبيعة عملك أول ما تنتسب للجيش الحر؟ طالب جامعي كلية الهندسة التقنية. هنا يتواجد قناص المدرسة في مساكن الضباط في مطار كويرس. نحن الآن نرصد تحركاته. ما مدى فاعلية هذه القناصة؟ الحمد لله الدقة عالية جدا، 4 كيلو تقريبا، دقة 75%. على 2 كيلو متر إن شاء الله، يعني فارق 2 سنتي فقط. دقة عالية إن شاء الله. إن شاء الله. ميزاتها أنها يعني آلية الحركة، أأمن للقناص، وبالنسبة لها يعني نستطيع وضعها في أي مكان.